يعني ايه هي فين؟ مخبياها، انا مخبياها. لا اله الا الله، يعني دي اخرتها؟ طب انا هكدب ليه؟ طب قولي الحقيقه يا ساره، عملتي شفط ولا نحت ولا شحت ولا عملتي ايه؟ يا خبر ابيض، امال لو ما كناش على قديم وانتوا عارفين ان انا اصلا ما فيش حيل، شحت ايه وفحت ايه وانا بتاعت الكلام ده يا جماعه؟ ده انا عايشه على الفولترين دهان وحقن. وعلى فكره بقى انا لن انسى لكم ابدا هذا الموقف، ابدا ابدا يا جماعه. كل الموضوع انا لا اكذب ولكني اتجمل، هو البتاع الخطير ده، هو ده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اللي ما اقدرش استغنى عنه بقالي 4 سنين. هو ده اللي بيداري بطن الولاده وبيظبط الجسم وبيعمل كل حاجه. بس اهم حاجه لما تجيبيه اصلي، ما تجيبيهوش التقليد. هو يا ساره في اصلي وتقليد طبعا. مبدئيا كده الكرسي ده الاصلي مش التقليد، وحطي 100 خط تحت كلمه الاصلي. وكرسي اصلي يعني طبعا كرسي اماندا، وحطي 1000 خط بقى تحت كلمه اماندا. ايوه لما بتشوفيهم على النت في الصور مش بتعرفي تميزيهم لانهم شبه بعض جدا، زي السمنه البلدي والسمنه المهدرجه. نفس الشكل، لكن طبعا لا طعم ولا فايده ولا صحة. ولازم تعرفي اصلا ايه فايده الكرسي وليه لازم يكون اصلي مش تقليد. وزي ما قلنا اصلي يعني اماندا، لازم يكون قوي لان الدكاتره نفسهم بياكدوا على فوائد الضغط المدروس مش العشوائي. لازم يكون كل منطقه ليها شدد مناسب حسب طبيعه المنطقه زي ما انت شايفه كده. لازم يكون فعال، يعني بعد استخدامه ولبسه نحس بفرق. واهم حاجه خامته تكون مش بتحرر وتمتص العرق. لازم يكون محكوم على الجسم بالظبط، ما يكونش اكبر ابدا، وما نقلقش انه يكون محكوم وشديد لان ده الصح. لازم مع قوته خامته تسمع بالحركه، تروحي وتيجي بيه زي ما انت شايفاني كده. على فكره انا لابساه ما شاء الله، لو ما كنتش لابساه ما كانش الطقم اتظبط عليا بالشكل ده. وعلى فكره انا بقالي اكتر من 4 سنين ما اقدرش استغنى عنه، من اول ما نزلت مصر وانا بستخدم كل منتجات اماندا. ولما تلبسيه لازم يعمل شكل للجسم كانه قالب، بيغير ملامح الجسم للافضل. وعشان خاطري بلاش تفرحوا باي صوره وخلاص، لازم يكون اصلي. عايزه اقول لكم ان اماندا عندهم لكل موديل 11 مقاس متدرج عشان يكون قد العميله بالظبط. كمان بيصنعوا المنتج من اول النسيج بتاعه، عشان كده عندهم قسم خاص للتفصيل. حتى لو العميله وزنها كبير ومش متاح مقاسها بيتم تفصيله مخصوص بمقاساتها. وبما انهم ملوك الكرسي متاح عندهم كل التشكيله، يعني شايفين ده مثلا لمنطقه البطن فقط، عندهم برضو للجزء العلوي فقط وللجزء السفلي فقط، كل حاجه موجوده عندهم. وبصوا بقى انا ماما علمتني ما اخرجش ابدا من بيتي وانا لابسه دريس او سكيرت الا وانا لابسه بنطلون. كانت تقول لي فريدي اتزحلقتي ولا وقعتي، فانا بصراحه اتعودت على كده وعودت بنوتي كمان على كده، فانا ما اقدرش استغنى ابدا عن بنطلون اماندا. واطمني متاح عندهم جميع الالوان وجميع المقاسات، اكبر فرايتي موجوده عندهم. كل تشكيله البنطلونات بكل اطوالها وكل تشكيله الباديهات بكل اطوالها، وانا والله ما اقدر اخرج من غير بادي اماندا. بصوا انا بلبسه بالعكس، يعني بخلي ظهره قدام ووشه ورا، عشان لو الطرحه طارت لا قدر الله يبقى دايما رقبتي وجسمي كده من قدام محفوظ، فبجد ما اقدرش استغنى عنه ابدا. وكمان متاح اكبر تشكيله من الباديهات بجميع المقاسات، سواء كانت بنص كم او بكم، متاح عندهم كل حاجه. ومتاح حاجات تانية كتير. انا فعلا طلبت حاجات تانية كتير لما جت بهرتني من جمالها، بس طبعا ما اقدرش اظهر الحاجات دي معاكم، فانتوا هتدخلوا عندهم على البيج وهتنبهروا وتطمنوا الماتيريال بجد ولا كلمه. وما تقلقوش كل التفاصيل هثبتها لكم في اول كومنت. بحبكم قد البحر وسمكات، وكل سنه وانتم طيبين، مع الف سلامه.